هل ممكن في وقت من الأوقات تحلل تيفود فيطلع إيجابي وتبتدي تاخد له علاج فعلا وأنت أصلا ما عندكش تيفود؟ عشان تفهم القصة دي وباختصار لازم تعرف إن في كذا نوع من التحليل بيتعمل للتيفود ده، ولكن الدارج بين المعامل واللي بنعمله كتير هو تحليل أجسام مضادة. فلما تعمل تحليل أجسام مضادة وتطلع إيجابية كده عندك احتمال من اتنين. الاحتمال الأولاني واللي بيتكرر كتير جدا إن هي عدوى سابقة وجسمك بس كون أجسام مضادة كنوع من الذاكرة ضد هذا المرض وأنت أصلا مش مصاب بالتيفود دلوقتي. طيب الاحتمال التاني إن أنت فعلا مصاب دلوقتي وهو اللي عامل لك مشكلة. طيب عشان تفرق بين القصتين دولت لازم تعمل خطوة تانية. أسهل حاجة إن أنت تعيد نفس التحليل ده بعد 3 أيام من التحليل الأولاني عشان تقيس مستوى الأجسام المضادة ده، لو بيرتفع معاك وبيزيد فكده أنت فعلا مصاب بهذا المرض وفي حالة صراع مع هذه البكتيريا والجسم بيحاول يحاربها، فلازم تاخد لها علاج. الاحتمال التاني إن أنت تلاقي الأرقام دي ثابتة أو بتقل معاك وده دليل إن دي عدوى سابقة وأنت أصلا مش محتاج تاخد لها علاج خالص، حتى رغم إنها عالية شوية. طيب الاختيار بقى التاني ان انت تعمل تحليل تاني خالص غير الاجسام المضادة ده، وده عبارة عن مزرعة بول وبراز او مزرعة دم. لو طلعت ايجابية وفيها بكتيريا اسمها سالمونيلا كده انت بتاخد العلاج بتاع التيفود. لو طلعت سلبية طبعا تنسى تماما ان انت عندك تيفود ومتاخدلوش اي علاج. دمتم سالمين، لو في اي استفسار او سؤال مستنيه في الكومنت.